هم حرفيا قالوا لي انت اشتغلت الشهر ببلاش وما ادونيش اي فلوس، فخلي بالك بقى عشان ممكن يتنصب عليك كتير جدا. انا بقبض كام في امريكا؟ السؤال ده اتسال لي كتير جدا، اكتر مما تتخيلوا. اتسال لي في كل، حرفيا في كل السوشيال ميديا اللي بنزل عليها فيديوهات. فانا قررت اجاوب في الفيديو ده على السؤال ده. بس قبل كل ده انا النهارده واخد يوم اجازه، واخد يوم اجازه، يعني اخيرا هشوف المدينه، وده اول يوم اجازه اخده من ساعه ما جيت امريكا. فتعالوا بقى ننزل نروح المول، اوريكم بقى الدنيا هناك ماشيه ازاي، واشرح لكم كل حاجه، اشرح لكم الرواتب بتكفي ولا مش بتكفي، تشتغل وظيفتين ولا تشتغل ثلاثه ولا تشتغل وظيفه واحده هتكفيك، بنقبض كام، بيتاخد مننا ضرايب كام، بيتخصم مننا سكن كام. كل المعلومات حرفيا اللي انتوا سالتوا عنها هجاوب عليها في الفيديو ده. يلا بينا، يلا بعد اذنكم يعني. يلا. اول حاجه هروح المول بالسكوتر لان انا عارف الطريق، ده اللي انا لبسته. فايه يلا بينا حالا على المول. انا ما رحتش المول ده قبل كده، فانا ايه حرفيا هبقى بكتشف زيكم وهقول لكم على كل حاجه. مبدئيا كده لو عايز عشان بقى اقول لكم الاسعار بقى على حق، لو انا عايز اروح من البيت للمول من غير ما استخدم السكوتر هدفع اوبر تقريبا $12. ما تحسبش اي حاجه في الفيديو ده بالمصري عشان هتزعل والله. $12 على بالظبط 6 دقائق بالعربيه. فايه هناخدها بالسكوتر في مثلا في 16 دقيقه 20 دقيقه ونروح هناك واوريكم الدنيا. وبعد طريق طويل اخيرا وصلنا عند المول. المول ورايا اهو، بس انا حرفيا مش متفائل بيه 1%. والله العظيم ما متفائل بيه. الباركنج عامه فاضي، ما فيهوش اي حد واقف، فده معناه ان المول فاضي او المول قافل. فانا مش عارف هو قافل ولا فاتح الصراحه. يعني انا مش متفائل عامه، انا حاسس في حاجه غلط، لان ده مش طبيعي يبقى بوابه مول. يعني انتوا عارفين مول الماظ عند الناس بتبقى بتركب فوق بعضها. عايزين نخش هنا نشوف بجد ايه اللي بيحصل جوه يعني. بصوا مبدئيا كده احلى حاجه هنا في الدنيا محدش بيقولك انت بتعمل ايه. يعني انا داخل بالسكوتر والله ممكن اركبه جوه في المول ومحدش يقول لي باشا باشا ممنوع ممنوع يا باشا، اللي انت بتعمله ده ممنوع. مش عارف مين اللي منعه الصراحه، بيبقى هو اللي منعه في الاغلب، بس يعني ماشي الباب ما بيفتحش. المول قافل، هو تقريبا الباب ده قافل، فنروح نشوف باب تاني. بس ان شاء الله يعني ايه، يعني المول ما يبقاش قافل عشان ما تحصرش على المسافه اللي انا جيتها دي كلها. رحت عند البوابه التانيه وان شاء الله دي تبقى فاتحه، يعني اصل هي دي مكتوب عليها المواعيد فدي تبقى فاتحه. الحمد لله بقت فاتحه يعني. يلا نخش المول. دلوقتي بقى يا جماعه دخلنا المول، بس زي ما توقعت يعني مفيش ناس، بس في ريحه غريبه كده. بس في الاغلب الناس هتبقى في الجهه دي اللي هي شايفين ده الممر ده، ايوه الناس هتلاقيها هنا بقى. طب قبل ما نخش المول بقى ندخل في موضوع الفيديو بتاعنا. انت هتيجي هنا امريكا تشتغل ايه ولا تقبض كام؟ مبدئيا كده انت لو جاي مثلا H2B فيزا، فدي بتبقى جاي اصلا، انت بتبقى جاي على شغلانه معينه، فانت بتبقى جاي عارف عقدك بقى وعارف هتاخد كام وعارف هيقلبوك في عارف. بص انت بتبقى عارف كل حاجه. اما بقى لو انت جاي G1 فيزا بتبقى عارف برضو كل حاجه، بس انت هنا ممكن تيجي تشتغل شغلانتين وثلاثه. برضو ال H2B فيزا ممكن يعمل الشغلانتين وثلاثه. طب برضو انت ما فتنيش، ادخل في المعلومه على طول، خش لك في المعلومه على طول دلوقتي. انت دلوقتي لو شغال مثلا نفترض لايف جارد. لايف جارد زي مثلا كنت شغال في الفيديو الاول لايف، يعني لسه شغال لايف جارد، بس دي شغلانتي. انا بيبقى عندي عدد ساعات معينه في اليوم بخلصها خلاص، مفيش اوفر تايم. اصل انت هتشتغل اوفر، تشتغل بالليل، تشتغل لايف جارد بالليل بقى مع مين بالليل؟ مين هيجي لك البول بالليل؟ هو البول بيفتح من 12 ل 7، هتشتغل اوفر تايم فين؟ فما فيهاش اوفر تايم. في بقى شغلانات تانية زي الكاشير. الكاشير ده ممكن يشتغل عبد، ممكن يشتغل 16 ساعه يعمل في اليوم $250. اقسم بالله يا جماعه شغلانه الكاشير دي انت لو جاي امريكا عايز تعمل فلوس اشتغلها. هتعمل فلوس ليه؟ لان انت هيشغلوك عبد، ممكن يشغلوك اوفر تايم، مثلا ممكن تشتغل 14 15 ساعه، وغير ان انت بتاخد تيبس، فانت بتخش لك مثلا في $250 في اليوم. طب $250 في اليوم بيتخصم منهم ايه؟ بيتخصم منهم حاجات كتير جدا. فتعالوا بقى نتمشى في المول واقول لكم ايه اللي بيتخصم. بس مبدئيا كده انا هقول لكم، انا هشرح على نفسي ايه اللي اتخصم مني اول شيك. وبجد اللي اتخصم مني، الفلوس اللي اتخصمت مني عمركم ما هتصدقوها. انا اتخصم مني فلوس اقسم بالله انا كنت هعيط عليها، بس عادي بقى. عامة يا جدعان في كارثة، لان ده المول. دي كارثة بجد لان ده المول بجد، يعني ده المول اللي ماسك المنطقة كلها اللي انا ساكن فيها. فالكارثة ايه بقى؟ ان مفيش حد في المول يا جدعان، مفيش حد في المول غيري. اصل ده مش طبيعي، مش طبيعي ان المول يبقى بجد ما فيهوش ولا بني ادم غيري. اقسم بالله يا جدعان ما في حد. اول حاجه بنتكلم عليها بقى في الرواتب، لما تقول ان انت اتخصم منك حاجه فهي الضرايب. الضرايب في امريكا مرعبه، اقسم بالله في ولايات الضريبه فيها بتوصل ل 50%. فانا في بنسلفانيا الضريبه فيها مش اعلى حاجه ومش احسن حاجه. بس انا اتخصم مني ضرايب قد ايه؟ اتخصم مني ضرايب تقريبا، انا حاطط لكم الارقام هنا وانتوا احسبوها، بس هي تقريبا في حدود 80 $85. دي ضرايب بس، ماشي. تاني بقى حاجه اتخصمت هي السكن. اتخصم مني سكن قد ايه؟ اتخصم مني $217. هتقول لي يا عم $217 في الشهر، اقسم بالله انت ايه ده؟ انت لو مؤجر في التجمع هيبقى اغلى من كده. اقول لك لا، 217 في الاسبوع مش في الشهر. يعني انت احسبها كده في الشهر هتلاقيني بدفع ايجار
تلاقيني بدفع ايجار اكتر من $800. فانت متخيل ان انا بدفع ايجار اكتر من $800 ليه وانا بقبض كام عشان ادفع $800 ايجار؟ ده السؤال اللي جه في بالك صح؟ اقسم بالله نص الفلوس رايحه على الايجار. يعني انا بجد انا شغال للايجار، يعني شغال بدفع للايجار. تعالى بقول لك حاجه تصدمك. شفت اليونيفورم اللي انا كنت لابسه في الفيديو اللي فات؟ اليونيفورم الابيض الجميل اللي تحسيني فيه ملاك ده، اقسم بالله مدفعيني عليه $85. والله لو جابوا من زارا مش هيدفعوني عليه $85. المهم يا جدعان انا دافع في اليونيفورم ده $85. في بقى ايه تاني؟ في يوتيليتيز $50. مش عارف دي لازمتها ايه، بس هم قالوا ايه؟ ناخد $50. لو فاكر ان احنا خلصنا فلا. شفت انت السكن اللي انا بدفع عليه $800 ده واخدين مني $275 تامين، ومش مسترد منهم اي حاجه غير $100 بس. يعني في 175 هياخدوه في جيبهم كده، حتى لو الشقه سليمه وكل حاجه سليمه. طب مخصوم ايه مني؟ وانت واخد يعني انت واخد كام عشان يتخصم منك كل ده؟ اقسم بالله انا تقريبا ادوني في الاخر $200، قالوا لي مشي بيهم حالك لغايه القبض الجاي. فايه فده بجد اللي حصل معاهم. خد ال $200 دول مش فيهم دنيتك بقى. شوف اتعامل انت بقى، روح اشحت بقى، ولا روح هات لك جيتار واعزف بيه في ميدان عام، حاجه زي كده يعني. فبجد انت اول اسبوع او اول شهر في امريكا ده انت بتتدمر، بتقعد تدفع ايجارات بقى وضرايب، وبتقعد تدفع بقى فواتير، وتقعد تدفع كميه حاجات متخلفه. المفروض ان انت بقى البيمنت اللي بعده بتتحسن شويه، بتاخد حاجه اعلى، لان انت مش هتخصم منك بقى ايه، مش هتخصم منك تامين. ما هو مش كل شهر تامين، ومش كل شهر يونيفورم، ومش كل شهر يوتيليتيز. لا اليوتيليتيز دي كل شهر الصراحه. هيجي حد يقول لي طب دلوقتي انا ال $200 دول يعملوا معايا ايه؟ بص، وانا القبض تقريبا بيكون عندي كل اسبوعين. فال $200 دي يعملوا لك ايه؟ يجيبوا لك اكل اسبوعين. اقسم بالله اللي يقول لك انا جبت اكل الشهر ب $200 في امريكا، اقسم بالله كذاب. ما فيش حاجه اسمها جبت اكل الشهر كله ب $100 في امريكا. اقسم بالله $100 دي تجيب لك اكل اسبوع، وما تجيبلكش لا حاجات واو، يعني تجيب لك اللي هي الاساسيات عادي. هتجيب لك لحمه وفراخ، وتجيب لك كل حاجه انت عايزها، بس هتجيب لك الاساسيات اللي هي تكفيك اسبوع واحد بس. مفيش بقى شهر في امريكا ب $100 ده، فكوكم من العبط ده. انا جاي اقول لكم الحقيقه، اقسم بالله في شهر في امريكا ب $100 ولا بص، وانت احسبها، هقول لك تحسبها ازاي. احسب ان انت كل يوم بتاكل ب $15 بس. احسبها كده بقى، شوف هتطلع معاك الحسبه بكام، وده اللي انت بتصرفه في الاسبوع. ولو وفرت بقى فانت اكيد ممكن توفر، ممكن تصرف $10 بس في الاسبوع. برضو انت جامد قوي لو انت عرفت تصرف $10 في الاسبوع، ايه في اليوم. فده بتبقى حاجه جامده قوي. ده انت لو ما بتدفعش مواصلات، يعني انا حد ما بدفعش مواصلات. تخيل بقى انت لو بتدفع مواصلات، اقسم بالله هتتفشخ، وربنا هتتفشخ. يا جدعان المول ده مرعب قوي، بس المول ما فيش حد غيري، ومش منطقي الصراحه يبقى ده المول يعني. والله العظيم يعني. يا مصر، مصر وحشتيني يا مصر، والله وحشتني زحمه مصر بصراحه. لا يعني بصوا يا جدعان، بصوا يخرب بيت الشياكه، والله يخرب بيت الشياكه. تخيلوا عامل كل ده وفي الاخر المول قافل. مش عارف اتجوز امريكيه يعني. خساره والله. نيجي لجزء مهم جدا، هو جزء الشغلانه التانية. بص، انت لو حد مثلا شغال شغلانه زي شغلانتي ما فيهاش اوفر تايم، وتشتغل مثلا في اليوم 7 ساعات 8 ساعات وخلاص شغلانتك خلص، فانت بيبقى عندك اوبشن انت تشتغل بعدها اوفر، يعني تشتغل اوفر شيفت بالليل، اوفر نايت، تشتغل بقى تشتغل الصبح. مثلا ممكن تشتغل من 6 ل 11 بعد كده تروح شغلك. ممكن تشتغل بالليل مثلا من 9 ل 12 بعد كده تروح شغلك، حاجه كده يعني. بص انت بتظبطها انت بقى، انت والشغل التاني. طب انت بتلاقي الشغل التاني ده ازاي؟ بص، الشغل التاني ده احنا بيبقى ان احنا في 2026، ودلوقتي بقى حرفيا كل حاجه على السوشيال ميديا، وكل حاجه على النت، وكل حاجه انترنت. فالشغل التاني ده انت بتلاقي ان انت بتنزل تلف على كعب رجلك، اقسم بالله العظيم زي ما انا بقول لك كده، خدها مني. تنزل تلف على كعب رجلك، تخش محل، عايزين حد يشتغل معاكم، مش عايزين غيره في 60 داهيه بقى، اقسم بالله مش عايزين غيره في 60 داهيه. بالظبط ادخل اعمل بالظبط. هيقول لك انا ما بشغلش غير هنود، قول له يلعن ابوك على ابو ام الهنود. قال لك انا مش بشغل غير مش عارف ايه، قول له. بيقول لك انا مش بشغل غير المصريين، بص اشتمه حتى لو انت مصري بس، فاهم. بص هو عامة هنا وبجد هم ماشيينها كوميونيتيز، يعني هتلاقي الكولومبيين بيشغلوا كولومبيين، هتلاقوا الصينيين بيشغلوا صينيين، وهتلاقوا الهنود بيشغلوا هنود. انا كنت بدور على شغلانه فدخلت صابوي. كلنا عارفين صابوي صح؟ فقام قال لي قال لي انا ما بشغلش غير هنود. قلت له انا هندي والله. اقسم بالله فضل يضحك، والله العظيم والله فضلت اهزله في راسي كده، اقول له انا وقعدت بقى ايه، احط لساني في حلق بقي واتكلم هندي. good morning sir, good morning, I can speak Indian. عملت كده بالظبط، معلش على العبط اللي عملته، بس عملت كده بالظبط. قال لي you are so funny، هات رقمك. لقيته بقى بيكلمني بعدها، بيقول لي لو عايز تنزل تشتغل معانا ممكن الاقي لك شغل بالليل ومش عارف ايه وقشطه. قلت له هتديني كام في الساعه؟ قلت له قام قايل لي $10. قمت قافل الخط في وشه، خلصت. فده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انتوا لما تروحوا تشوفوا شغل ما تقبلوش بحاجه $10. هو
يعني 12 وفوق. $10 ده هو بيقلبك من الاخر، اقسم بالله بيقلبك. اي حد بيشتغل ب $10 ده فربنا يعينك، اقسم بالله ربنا يعينك. $10 هي هتكفي كل حاجه، بس مش احسن حاجه، مش قد المجهود اللي انت هتعمله، فاهم؟ اللي $10 في الساعه دي مش حاجه كويسه خالص. بس ده تقريبا كل الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها لكم، كل المعلومات اللي انا عايز اقولها لكم. بس انا في حاجه لازما اقولها لكم حالا. اعملوا سبسكرايب واعملوا شير واعملوا لايك. تمام؟ خلصتوا الحاجات دي اعملوها حالا. خلصتوها عملتوها حالا. اكتبوا لي بقى كومنتس كل الاسئله اللي انتم متخيلينها في الدنيا اللي بتيجي في دماغكم، وهتلاقوني برد عليها في وسط الفيديوهات الجايه. يعني انت ايه دلوقتي، ادخل اكتب لي كومنت في حاجه واقفه في دماغك عايز تسالني عليها حالا، او عندك فكره فيديو عايزني اعملها لك مخصوص، اكتبها لي حالا في الكومنتس. وانا والله لازم انا بقرا الكومنتس كومنت، يعني مفيش كومنت بفوته. فانت كده كده الكومنت اللي انت كتبتها لي انا هشوف اي كتبتها لي. وانا لساني اتعوج. كل الكومنتس اللي انت كتبتها لي انا هقراها. خلصانه؟ تعالى بقى نكمل لفه في المول دي. مول ايه؟ مول ايه؟ هو ده مول. بس احنا كده للاسف هنضطر ان احنا نغادر المول، لان المول حرفيا ما فيهوش اي حاجه تتعمل. فايه، نطلع بره احسن ونشوف اي حاجه تانية تتعمل في اي مكان، احسن ما احنا نفضل قاعدين في المول ده. ويا رب يعني يا ريت الاقي حاجه اعملها هنا. اقسم بالله انا بتمنى الاقي حاجه اعملها في المنطقه هنا بدل ما اروح. لو روحت هتنكد قوي، بس في الاغلب شكل ان انا هنروح. يعني لو لقيت حاجه اعملها هتلاقوه في الفيديو ده. لو ما لقيتش حاجه اعملها هتلاقوني بقول لكم انا رجعت البيت والسلام عليكم، واشوفكم في الفيديو الجاي، واعملوا سبسكرايب والحاجات دي كلها. ف يس للاسف انا رحت عند البيت، بس استوقفني حاجه عايز اوريها لكم. شايفين ده تحت ايه؟ ده بقى ايه؟ ده بيبقى بارك موجوده في كل كام بلوك كده. البلوك ده اللي هو مثلا ايه، شايفين البيت اللي ورايا ده يصنف بلوك، اللي هو مثلا 1 2 3 بيبقى 6 شقق مثلا. كل 12 شقه بيبقى فيه، كل 12 شقه عامه في كل اريا في كل حي في بارك زي دي من الاخر يعني. فايه البارك دي بيبقى موجود فيها ايه؟ تعالوا اوريكم بقى. مبدئيا كده دي بتبقى كده فور فري. الناس هنا، الاطفال هنا بتيجي تلعب تتمرن تتشقلب. في هناك بقى المراجيح دي، في هناك بقى قعدات لو هم حابين ياكلوا، وفي هناك بقى حاجه عامله زي الباركور كده، بيفضلوا بقى ينطوا بقى ويدخلوا بين الحلقان دي ويطلعوا، ويقعدوا هنا اهاليهم يتفرجوا عليهم. وده بقى دي بتبقى موجوده هنا كده وسط البيوت. دي البيوت اهي. ودي بقى حاجه هنا، ده الصندوق البريد اللي بيجي عليه بقى كل الاوراق المهمه الخاصه بالحكومه وكارت البنك دنيا. طب وده ايه بقى؟ ده بتاع امازون. يعني ايه بتاع امازون؟ يعني انت لو جاي لك اوردر من امازون ومش حابب ان انت تحطه قدام البيت مثلا، او عندك مشكله فيه، بتقول لامازون ان هم يحطوا لك في اللوكر ده، وبتيجي بكل سهوله. بتقوم حاطط هنا تبع السكرين، بتقوم حاطط الباسورد بتاع الاوردر بتاعك، بتلاقي الباب ده فتح، خدت الاوردر وقفله تاني. باسورد حسب بقى انت الباسورد بتاعك ايه. وبس كده يعتبر وصلنا لاخر الفيديو. اعملوا لايك سبسكرايب الحاجات اللذيذه دي، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.